السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة الشيف منيرة. اليوم باش نوريكم طريقة تحضير همبرجر في المنزل، واكتشفوا معنا جميع مراحل تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، وتلقاو زادة طريقة خاصة لتحضير صوص البرجر. المقادير: 500 جرام فرينة مغربلة، مغرفة كبيرة سكر، باكو خميرة خبز، عظمة كاملة وأصفر عظمة، 200 مليلتر حليب دافي، 100 مليلتر ماء دافي، شطر مغرفة صغيرة ملح، 50 جرام زبدة. ونبداو. تو أول حاجة ناخذ صحفة العجانة متاعنا، نصبوا فيها 500 جرام فرينة مغربلة، نزيدوا عليها مغرفة كبيرة سكر، باكو خميرة خبز، ونزيدوا عليهم عظمة كاملة وأصفر عظمة، ونحركهم كل مع بعضهم في العجانة. ومن بعد نبداو نزيدوا عليهم بشوية بشوية 200 مليلتر حليب دافي، وكملوا نزيدوا 100 مليلتر ماء دافي، ونخليو العجانة متاعنا تدور. كي نلقاو الفرينة متاعنا تلمت وشربت السوائل متاعها ووصلت القوام هذا، نزيدوا عليها شطر مغرفة صغيرة ملح، ونبداو نحطوا في الزبدة بحرارة الغرفة على مراحل. وراني حطيت 50 جرام زبدة، وراني خليت العجانة تدور مدة 10 دقائق حتى وصلت القوام هذا. شوف ما شاء الله العجينة كيش ولات، فيها اللقة ومطاطية. تو نبل يدي بشوية زيت ونحاول نلم العجينة كما هكا. وتو نكعبرها كما هكا ونرجعها في صحفة العجانة، نغطيوه بالبابي الفري وتقعد تخمر مدة ساعة من زمان. تو بعد ما ارتاحت العجينة متاعنا بالباهي، شوف ما شاء الله كيفاش تضاعف بالحجم متاعها. تو نحيوها من صحفة العجانة ونحطوها على الطاولة، يكون مرشوش عليها شوية فرينة. تو نقسم العجينة متاعنا على 7 قطع متساوية، وتو ناخذوا 3 كعبات باش نعملوهم همبرجر، والبقية باش نعملوهم سندويتشات. وتو بالنسبة للهمبرجر ناخذوا كل قطعة عجين نلموها كيما هكا، نكعبروها بالباهي ونحطوها في القالب نتاعها، واللي ما عندوش قالب ينجم يكعبرها كيما هكا وكاو. وتو بالنسبة للسندويتشات ناخذوا قطعة العجين نحلوها شوية هكا بالطول بالقلقال، ونجيو من الطرف ونبداو نبرموا فيها كيما هكا بالطريقة هذه حتى وين نكملوا. ومن بعد نحاولوا نستويها شوية كيما هكا، ونحطوها في طبق على الشيرة اللي سكرنا عليها، وراو طبق بدون شوية بالزيت، ونوصلوا بنفس الطريقة حتى وين نكملوا. وتوا نعاودوا نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا مدة ساعة أخرى. وبعد ما خمرت العجينة متاعنا مرة أخرى، ناخذوا أصفر عظمة ونزيدوهم غرفة حليب ونحركوهم كلها مع بعضهم، وناخذوا شيتة وندهن وجه الهمبرجر متاعنا بالطريقة هذه، ونكملوا زودة سندويتشات بنفس الطريقة. ومن بعد نرش عليهم شوية جيجلان كيما هكا، نحطوهم في الفور مسخن شوية على 180 درجة لمدة 14 دقيقة. وديما حاول تفقد الهمبرجر متاعك خاطر انت وسخنت الفور متاعك. تو شوف ما شاء الله الهمبرجر متاعنا والساندويتشات بعد ما خرجناهم بالفور كيفاش طلعوا، كيش خابرين بالباهي ولونهم مزيان وريحتهم متفحفح. وشوف ما شاء الله كي ننزل على الهمبرجر ولا على الساندويتش يرجع الحجم متاعه الطبيعي كما كان، معناها العجينة متاعنا ناجحة. وتو نمشيو نحضروا الصوص البرجر متاعنا. ناخذ 4 مغارف كبار مايونيز، 2 مغارف كبار كاتشاب،
مغرفة صغيرة بطارد، شطار مغرفة صغيرة ملح، شطار مغرفة صغيرة ثوم بودر، شطار مغرفة صغيرة فلفل أكحل، شطار مغرفة صغيرة فلفل مرحي. كم نزيدوا عليها عصير تاع شطار كعبة قارص ومغرفة صغيرة خل، وتو نخلطوهم كل هكا مع بعضهم حتى وين نوصلوا القوام هذا. شوف ما شاء الله الصوص متاعنا كيفاش طلعت، وراي بنينة برشا الصوص هذه. وتو نمشيو نحضروا اللحم متاعنا. تو ندهنوا المقلة متاعنا بالزبدة كيما هكا، ونحطوا اللحمة متاعنا تطيب. كل لحمة طرقوها شوية كيما هكا. وبالنسبة للحم راني رشيت عليه شوية فلفل أكحل وشوية ملح على المقلة. تو ناخذ البرجر متاعنا نقصوه في اثنين كيما هكا. تو ندهنوا المقلة متاعنا بالزبدة كيما هكا، ونحطوا الهمبرجر متاعنا يتحمر شوية كيما هكا. ورحنا نعملوا الطريقة هذه نجمروه باش خبزة البرجر ما تشربش الصوص. تو ناخذوا البرجر متاعنا نحطوا فيها شوية صوص من اللوطة، وزيدوا عليها شوية خس، زوز رندلات طماطم، شوية بصل رندلات، ونحطوا فوقها اللحمة اللي ذوبنا فوقها جبن. تو ناخذ قطعة فوقانية من الهمبرجر نحط لها شوية صوص، نسكروا بها البرجر متاعنا، شدوها بكعب كوردون. وشوف ما شاء الله كيش طلعت الهمبرجر متاعنا مزيان ومنظره شهي. جربوها واعطينا رايكم وتاكلوا بالشفاء والهنا، وان شاء الله تعجبكم.